مرحبا صبايا، كيفكن؟ يعطيكم العافية. ما اشتقتوا لي؟ والله أنا اشتقت لكم كتير كتير، وقلت رح أعمل روتين حتى لو كان بسيط وقصير، وحتى لو كان إنه ما فيه شي مميز ممكن، بس إنه لازم أعمل روتين وشوفكن وأحكي معاكن ودردش أنا وياكم. متل مو شايفين صبايا كان اليوم كتير الجو حلو بيجنن يا صبايا، الشمس بتاخد العقل. فقلت أول شي قلت لازم أنشر هالغسيلات عن جد بهالشمسات، عن جد بس تكون الشمس حامية وقوية. فأول شي بشتهي إني يكون غاسلة أبيض وأنشره يا صبايا. يعني بتحسوا الأبيض بس تنشروه بالشمس يعني فوق زهزهته هيك، لأنه هو ألوان فاتحة، ففوق الزهزهة تبع ألوانه بتحسوه مع الشمس بزهزه أكتر، وبتحسوه بينصع بياضه أكتر. أنا هيك بحس صبايا. والله بعد ما خلصت النشر وخلصت من قصة الغسيل، فحكيت لازم أشطف الصالون عندي والمطبخ كمان. يعني عن جد الشمس، الجو الحلو بيعطيكي طاقة ومزاج عالي إنك تقومي تنظفي بيتك قبل ما تشربي قهوتك. عن جد صبايا مستحيل إنه الواحد يقدر يشرب قهوة الصبح وهو بيته مكركب ومو مضبضب ومو يعني مو شاغلة. يعني على الأقل أنا بنظري إنه المطبخ والصالون أقل شي يكونوا هن النضاف، وإنه الواحد حتى إذا شرب قهوته يكون هيك نفسيته مرتاحة، إنه عم يغلي مثل ما بقولوا عم يشرب قهوته وهو مرتاح. يعني أقل شي الصالون المكان اللي أنت بدك تقعدي فيه. وهون صبايا متل ما حكيت لكم بجيب سائل دوا غسيل. يا صبايا مو طبيعي، بتحطوه بالبخاخ، أي بخاخة بتجيبوها، حطوا ربع سائل الغسيل والباقي مي، واخلطوهم منيح منيح بخوا منه على البرادي، بخوا منه على الكنبايات، امسحوا فيهن الأرض، امسحوا فيهن المطبخ، السيراميك، الغاز. يعني بتحسي بيتك أي حدا بفوته بيقلك ريحة عطرك كتير مميزة، ريحة عطر بيتك. يعني هي ما بتكون عطر بضايق، وبنفس الوقت بتحسي ريحة هيك فواحة، نظافة، صابون بتكون أحلى من دوا الغسيل وريحته. عن جد ما في أحلى منه. فأنا هيك صبايا بعد ما خلصت شطف، وشرطكن أنا ما بفرك الأرض إلا بسائل الجلي. عن جد يا بنات اسمعوا مني واشطفوا الأرض بسائل الجلي. بس تفركوها كتير هيك وتطلع منها الرغوة، بتحسوا الأرض بلشت هيك يعني تنصع من النظافة. فبشطفها أول بدوا الجلي، وبفركها منيح منيح بالمقشة. وبعدين بس للشطا وخلص من فركة، بجيب مي عادي حلوة، يعني مي ما فيها أي شي ولا منضاف لها ولا شي، بعمل لها تمتاني. وعن جد يا صبايا بضل يومين بدون مبالغة الأرض نظيفة. يومين يعني ما بدها غير بس مسح يعني أبدا عيارة يومين. إذا بتشطفيها شطفة نظيفة ضل أرضك نظيفة يومين، ما بتحتاجي إلا بس تمسحي كل شوي، بس غير هيك ما بتحتاجي. عن جد صبايا جربوها وشوفوا هالطريقة، إن كان بشطف الأرض بسائل الجلي وإن كان بسائل الغسيل. يا صبايا رح تدعولي. ما عاد بحاجة إنكم تجيبوا بخاخات معطر جو، ما كن بحاجة إلها. ما بتحب يعني خلص ما عاد تحبوا غير هالريحة. وطبعا مثل ما شفتوا معي بعد ما شطفت الصالون والمطبخ وخلصت أمورهم هالشغلتين، قلت خلاص لازم أعمل فنجان قهوة. يعني لازم نعدل دماغنا مثل ما بقولوا المصريين. والله يا صبايا وغليت القهوة وشربتها أنا وبنتي، شربناها وروقنا مخنا وحطينا قدام قطعتين كيك وأكلنا ودردشنا. أنا صبايا عندي 4 أولاد، 3 بنات وولد. سبحان الله بناتي بيناتهم سنة، فمثل رفقاتي يعني صديقاتي، فكتير كتير أنا وياهم متفاهمين وما بتفق إلا معاهم. والله يا صبايا مثل ما شفتوا خلصنا القهوة، وبنتي الكبيرة عندها مشروع، فحكت لي ماما أنا بدي أنزل على السوق، يعني ضروري نزلتي بدي أشتري كم غرض لمشروعي. والله قالت لي تروحي معي، حكيت لها بروح معاكي. والله رحنا أنا وياها وجابت أغراض المشروع تبعها، وهي راحت لتساوي مشروعها وأنا ندرت لمطبخي يا صبايا. بتعرفوا لما الواحد يكون طالع من البيت فبيرجع مو جاي عباله إنه يشتغل وهيك، ولازم إنه يطبخ. فأسهل طبخة لإلنا شو هي يا صبايا؟ معروفة، الرز ببازاليا. ومثل ما شايفين
هون بلشت تساويها للرز البزالي. هلأ إحنا الشوام الأصليين بنعمل الرز البزالية بس ما بنحط لها جزر، بس بيت حماية يا صبايا بيحطوا لها جزر، إن شاء الله حبتين جزر بيقطعوها مدور وبيقلوها مع البزالية واللحمة. والله وزوجي طبعًا ما بياكلها إلا بهالطريقة، يعني إنه لازم نحط له نضيف له جزر حتى لو كمية بسيطة، بس إنه لازم يشوف الجزر مع الأكلة. أنا صبايا ما باحب الجزر يعني ما بفضله، باحسه بيعطي هيك نكهة حلوة للأكل فما بفضله، أو بالأحرى للرز البزالية بالذات يعني ما بفضله. سبحان الله يعني نحن بنحط الجزر للمرقة، للبزالية بمرقة، أما تبع الرز البزالية ما بنحط لها جزر. بس سبحان الله خلص زوجي بحبها مع الجزر فبحط إن شاء الله حبة واحدة بحط، المهم إنه تبين إنه فيها جزر. وهي الأكلة بالذات ما بحب معاها إلا خيار بلبن. ولما رجع زوجي من الشغل يا صبايا لقيت لكم جايب لي هذا الكعك، هذا الكعك اللي أنا كتير كتير بحبه يا صبايا كتير. مين بيحبه مثلي اللي عايش بالأردن أكيد بيعرفه. كتير بحبه مع الزعتر وزيت مع اللبنة مع كاسة شاي كتير بحبه. وحصرا يعني هذا الكعك أنا ما بحبه إلا من مخابز جواد. والله يا صبايا وهيك كان روتيني لليوم، بتمنى يعجبكم. وإذا عم تعجبكم فيديوهاتي يا صبايا بتمنى من كل قلبي إنكم تعلقوا لي تعليق حلو مثلكم. سلام.